السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا برضو. لسه مكملين مع بعض عن زراعة الفول البلدي في مصر. وموضوعنا النهاردة مهم جدا، واللي هو مقاومة حشائش الفول، وإيه هي أنواع حشائش الفول، إيه هي أفضل مبيدات حشائش الفول، وإيه هي برضو مواعيد رش الفول. قبل ما نتكلم عن أي حاجة، طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعمل لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن من إخواتنا الفلاحين. أول حاجة، إيه هي أنواع حشائش الفول البلدي؟ تنقسم حشائش الفول البلدي لقسمين: حشائش حولية عريضة الأوراق، وتاني حاجة حشائش نجيلية رفيعة الأوراق. ايه هي الحشائش عريضة الأوراق ديت؟ اللي هي الحندجون والنفل والسلج والحميض والزربيح والخبيزة والجعضيد. طب ايه هي الحشائش رفيعة الأوراق أو النجيلية ديت؟ ديل الجط والصمة والزمير وجمح الايه العصافير. طب تاني حاجة طب احنا نقاوم هذه الحشائش ازاي؟ في طريقتين لمقاومة هذه الحشائش. الطريقة الأولى اللي هي يدوية، ودي بتبقى ازاي بقى؟ هقول لك ازاي. بتجيب عمال معاك وتنقي العفش والحشيش ده كلها طبعا بتنقي الحشائش دي على مرتين. المرة الأولى بتبقى بعد شهر من الزراعة قبل راية المحياة، والتانية بعد 21 يوم من النجاوة الأولانية. طبعا دي بتحتاج عمالة كتير وبتاخد وقت برضه، ونتائجها برضه مش مضمونة، يعني 70%. طب الطريقة التانية ايه؟ دي تبقى وتبقى طبعا الطريقة التانية دي بتبقى عايز تريح دماغك، ولا عمال ولا مش عمال، وتنجي ومش تنجي والكلام ده. الطريقة ديت اللي هي بنرش فيها مبيدات لقضاء على الحشائش ايه نهائي. طب كده هنقول ايه هي افضل المبيدات للقضاء على هذه الحشائش؟ طبعا هقول لكم 3 مبيدات اللي انا اعرفهم، وفي مبيدات غيرهم برضو كتير، بس دول انا اعرفهم وهقول لكم الكميه كل فدان قد ايه. مبيد اول حاجه معانا مبيد تومكس سوبر 24%، بتحط 300 سم لكل فدان. ومبيد سيلكت سوبر 12.5%، بتحط 250 سم لكل ايه فدان. مبيد سوبر 4.5%، بتحط 160 سم لكل ايه فدان. وطبعا لو انت عندك اقل من فدان بتقسمها بالتساوي وبتجيب على قد المساحة اللي عندك. طب امتى بنرش المبيدات ديت؟ بنرش المبيدات دي لما تكون الحشيشة فيها ورقتين لحد 4 ورقات، يعني تقريبا بعد 25 يوم من الزراعة. ممكن قبل كده او بعد كده، هي في الفترة دي. طبعا زي ما انتوا عارفين الرش بيكون بالموتور الرش اللي هو بنشال على الظهر ده، اللي هو 20 لتر ده. وبتقسمها برضو، شوف الفدان ممكن ياخد من 3 عبوات او 4 عبوات، بتقسمها بالتساوي على الموتور. يعني بتداوي مع بعض وتقسمها بالتساوي بقى لكل عبوة كده. طبعا ده كان موضوعنا النهاردة. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.